ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ دلوقتي في اشاعات على موضوع المحافظ الالكترونية بتاع فودافون كاش. في ناس كتير قوي بتقول احنا مش عارفين ناخد الفلوس بتاعت فودافون كاش، في فلوس جاية لنا من اي مكان، واحنا مش عارفين ناخد فلوسنا من فودافون كاش ومش عارفين نعمل ايه. ودلوقتي جات لي رسالة فوق اهيت، الرسالة دي بتقول من فودافون كاش نفسها، بتقول ان مفيش اي مشاكل من ناحية فودافون كاش. فانا مش عارف دلوقتي اصدق مين. يعني انا شغلي كله على موضوع فودافون كاش، ناس بتبعت لي فلوس، انا ببعت لناس فلوس، فتقريبا مصر كلها شغاله على موضوع فودافون كاش ده، سواء معاملات مش عارف ايه، سحب ايداع، الكلام ده كله. دلوقتي في ناس بتقول مش هينفع تسحب فلوسك من فودافون كاش، ورساله جات لي برضو بتقول لا فودافون كاش ما فيهاش اي مشكله والخدمه منتظمه وحاجات كده يعني غريبه. فانا مش عارف دلوقتي الصح فين. هل فعلا مش هعرف اخد فلوسي من فودافون كاش؟ هل فعلا الموضوع ده اشاعات بس ملهاش صحة للأهمية؟ طيب والفويس بتاع خدمة العملاء نفسهم، الناس في حد اتصل بخدمة العملاء علشان خاطر عايز يسحب فلوس من فودافون كاش، في حد من خدمة العملاء رد عليه قال له لا مش هينفع، علشان خاطر محافظ الإلكترونية كلهم متوقفة، اللي هي واقفة يعني احتياطي، يعني كحاجة مؤقتا كده يعني. المحافظ الإلكترونية كلها واقفة حاجة كده زي حاجة مؤقتا كده يعني. فمش عارفين نصدق مين دلوقتي. يعني احنا كده المفروض دلوقتي نصدق الرسالة اللي جات لي من فودافون كاش، ولا نصدق الفيديوهات اللي عمالة تتنشر على الفيسبوك وتتنشر على اليوتيوب ومش عارف ايه وعلى التواصل الاجتماعي عموما؟ هنصدق مين دلوقتي؟ تعالوا مع بعض نسمع كلام الكول سنتر بتاع شركة فودافون. تعالوا نسمعهم بيقول ايه للعملاء، وهل الموضوع ده فعلا صحيح ولا دي اشاعات؟ بس هل دي اشاعات من كول سنتر بتاع فودافون كاش؟ هل ده طبيعي؟ طب ولو فعلا ما ينفعش ده ياخد فلوس من فودافون كاش، ده برضو طبيعي؟ شكواكم لدى المشغل الخاص. رويدة. هو ده ايه بقى؟ رويدة معروف. محافظ يا استاذ. لو سمحت انا دلوقتي يعني ليا فلوس فودافون كاش مش عارفه اسحبها. هو حضرتك محافظة ايه؟ اسكندريه. تمام، حضرتك دلوقتي عندك مشكلة في محفظة فودافون كاش؟ ايوه. تمام يا فندم، هو حضرتك دلوقتي في قرار نزل من النيابة العامة يا فندم بإيقاف معظم المحافظ دلوقتي، عشان حضرتك دلوقتي يا فندم في وقائع نصب حاصلة كتير، فبالتالي هم موقفين المحافظ بس إيقاف مؤقت عقبال ما بيخلصوا تحقيق في الموضوع، وبعد ما بيخلصوا التحقيق حضرتك بيشغلوها تاني. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي يعني محتاجه الفلوس لان انا المفروض يعني بكره او بعده بالكتير اعمل عمليه لابني، فانا محتاجه الفلوس، يعني اتصرف ازاي؟ أنا فاهمة يا فندم كل الكلام ده ومقدرة جدا وألف سلامة على ابن حضرتك، بس مش إحنا أصلا حضرتك اللي موقفين المحفظة، ده النيابة العامة ده موقفة معظم المحافظ، مش محافظ حضرتك بس يا أستاذ عوايدة. طيب انا دلوقتي يعني حضرتك انا برضو اعمل إيه؟ يعني ما هو كل بس انا دلوقتي متحطيه في وضع صعب، يعني ممكن اي وقت يعني معلش يعني بسبب كل ده ابني يروح مني، المفروض ان انا اعمل ايه؟ أنا فاهمة ومقدرة كل الكلام ده، ومش حضرتك بس اللي طب ما هتدفعي حضرتك مقدرة، مبلغ. بس ما معلش ما هو انا